بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. بسم الله وش القصة؟ يلا صباح خير. السلام عليكم. سبايب. سلام. السلام عليكم. سلام. عشر سلام. قاورك فرح من دار وشمع وكيد اخوي ورا تصير برقاورك اليوم امارات السعود العيون. عشر العز منك يا ابو النصر. ابو ذيب سامي يا ابو قصر يا ليت والله صباح الخير. صباح النور. ليت والله كل من يلبس البشت يلعب مثل لعبك ما شاء الله. انا ما اجي من بعدك يا ابو النصر ومن بعد الشباب. لا نفح البشت نفح ما شاء الله تبارك ما شاء الله. يا عيال جبتوا بشوتكم. يا ابو النصر دقيقة احنا جايين مشاركين ومباركين والف مبروك يعطيك العافية. ارسلت الدعوة وكاتب الحضور بالبشت. قلت كاتب يفضل الحضور بالبشت. الله يسعدك انا الحين شغلة ما اعرف البسها ليش اورط نفسي زي بعض الناس اللي يلبس البشت وما يعرف يلبسها. من قصدك يعني؟ من تقصد انا؟ لا ما اشوف خالد. لا انت بمشي بفا عليك خيال البل ما يشوه لبس البشت. يشوه صورة من قصدك يعني؟ من تقصد انا؟ لا ما اشوف خالد. لا انت بمشي بفا عليك خيال البل ما يشوه لبس البشت. يشوه صورة البشت يا غازي قسم بالله يدخل والله العظيم انه ما ادري تقول لابس عباية. يقصد من قصدك؟ واحد الله يستر عليه انا ما اللي على راس سعيد اللي على راسه بطحه يتحسسها قام على طول الكرسي. يعني قصدك انه يقصد سعيد؟ يقصد سعيد انا طويل يا ولد احنا نعرف نلبس البشت. دقيقه كفو يا بلمع يا نور عيني كفو الصوت يا بلمع رد الصوت. ما شاء الله شوف على طول. معي سوا طيب شقحة الباس الشديد. يا غازي انا اتحدى يا غازي الله يهديك. انا قسم بالله يوم تحط الدعوات هذه تنكبنا تحس ان حاضرين حفل تخرج ما هو بزواج. ما يقص الا القبوعات ذي. طيب يعني انت علي يقول انا ما اعرف البس البشت. عبد القادر لابس البشت. ابو المهم فح البشت خلينا نشوف. يعني من اللي ما يعرف من اللي شوه سمعة يا غازي لا تحجني ما اقدر اتكلم يا غازي الله يستر. انا نسيت البشت جيت مستعجل ونسيته. الحمد لله انك نسيته. الحمد لله والله نشكر والله ندعي والله. ليش؟ اوريك شوف في مكتب في زواج اخوك شجاع. شوف يا خالد انت تعرف تلبس البشت. اقول هذا كلام خطي يا غازي. انا لبست البشت والله لو البسه ان ما حد يلبسه بعد. ليش؟ انا طويل وجهي رسمي فيه. عزام ما حد يلبس بعد. شوف خالد يدك فيها اصابه يا خالد. بقول لك هذا قاعد اصور. بقول لك والله كان بقول لك ليش نسال البشت وما جابه. ايوه يوم يسلمون عليه في حفل اخوك شجاع يقول الحمد لله على السلامه يحسبونه مجبس يده. والله انك كنت لابس بطانيه ما بشتشف قسم بالله. لا يا خالد اسمع يا خالد يا اخي قاعد اصور يا اخي قاعد اصور يعني عشانك تصور. طيب يا خالد اقطع الشك باليقين اعطوه ولا اعطوه بشتغل. قصير لا ما يجي قدي قصير. انا يا جماعه ترى خالد قصده لو لبس البشت والله بيغطي على كل اللي في القصر حتى على اخوي احمد. والله ما بيغطي والله ما يغطي على حد قسم بالله. لا انا اشوف ما يلبس. انا بقول لك يغطي على من؟ على اللي عند الافتتاحات ذيك عرفتها اللي تسوي كذا.
يا قصير يا غازي. البس قال له يا خالد. المبروك افتتاح براق فرع في الحويه. بالله خالد ايش ايوه بالله لحظه خالد لا شغل شيء نعطيك الصوت ها. اصبر انت ليش تدخل يدك؟ لا شوف بالله قصر شوي قصر. خالد ادخل علينا سلم يلا. السلام عليكم. يا غازي وين التنفيح يا خالد؟ نفح البشت. وين اللي يطلع ذي ولا ذي؟ وينك تعرف تلبف؟ يطلع الثنتين. انا ناسي يا غازي. خالد حط يدك هنا. يمينك وين؟ يميني هذه. طلع يسارك. اي صح نسيت. يلا مطي يلا نفح البشت. نفح يا خالد. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيك العافيه. في كسر طايح من دبابه. والله ذكرني بشراشف الاولاد يوم يجي الضحك. يوم يجي الضحك جبل لك هوا. لا يا ممشي. خالد بالله ينفح البشت يا خالد. يا ابو النصر انا ناسي. نفح البشت واترك المشهد لعبد القادر. يلا بسم الله توكل على الله. نفح البست. يا سلام ها. ما شاء الله العب كنا يا غازي عرفت اللي في المسلسلات البدويه زمان اللي ما يعرفون يلبسونه. بالمناسبة لأول مرة يحضر الريبورت في زواج. لأنه بيمشي كذا. امشي يا خالد. شوف كيف. قصير ده يا خالد انت الوحيد اللي انا سامح لي ما يلبس بشت. بيض الله وجهك. غازي رد البشت. والله انك حليت. بالله تكفى. تعرف العب يا ابن يلا الحين نلعب. بس تعرف المهيولة اللي في المزارع والله هو خالد ابن مشيب اصلا انت اضافه لكل شيء يعني. ايش انت اللي تضيف للشيء مو نعم انا اصلا انا اللي حلي الشيء. نعم. وبعدين احنا حالينا ربي حتى لو نلبس خيشه. يا سلام. والله يا غازي والله تكفى خلها من الخيشه. ترى فيها تبارك الله يعطيك العافيه. ترى فيه كثير في الزواجات يا غازي زي كذا يجي بالبشت وتشوفي ما شاء الله تبارك الرحمن غزه وطويل لكن ما يعرف يلبسه. والله العظيم ما يعرف لذلك لا يلبس. من تقصد؟ يعني في واحد على يميني والله. بس سبحان الله مقسم الارزاق. الله عطاه طول وما عطاه لبسه البشت. والله عموما شوف ترى انا اللي اضيف للحاجه مو بالحاجه اللي تضيف. خلاص شغل ارفع الشيء. شغل الشيله والعب يلا. دقيقه خليني اسوي. تعرف البطه اللي يفرونها من ورا وتبدا تلعب. تعال اسعد فوزان. عشر روخ وشمال وكيد خنورة تصل برقا وروح. طيب اللي برقا هذا يمتلي اليوم ما خلقت ما يطيع لها حدود عشر عشر يا الله من جانا. عاد الطايف هالايام ترند مصيف والله ما تلقى ما طريق والله مرحبا يا ابو عتيبه. هلا بالكشخه. هلا جابك الله تفطر معنا. ترحب الفطور عندي وانا ابو عتيبه. الفطور اقلط ابو الله يحييك. مرحبا ترحب السحاب. رسميات اقلط كيلو البيت من هنا والله ما يجي حتى كيلو. قلط نقلط الفطور والقهوه وبعدها الغداء ان شاء الله باذن الله. هلا بالي يقفل العقاب والله ما تقول. بيض الله دقيقة خلصت. اسمع تعرف المعصوب اللي اخر الحي؟ الحقنا اياه. الحقنا المعصوب. يا ابو عتيبه خلاص فكره منه. ابو عتيبه بيحط لنا ذبيحه الحين على الصباح. احنا نبي فول نبي معصوب نبي مطاعم. حط لي ذبيحه مع اصلا ما في دبرتهم الضيف حق. والله يا ابو عتيبه انهم ما يستاهلون العزيمه. والله انهم ما يستاهلون قسم بالله. شوف يا اخي هزمهم على الشحم واللحم يقول معصوب. النفس ما تهوى. النفس ما تهوى. اذكر الله. فكري من الرسميات هذه. ما عندي رسميات يا اخوي انا ما بي رسميات يا اخوي. ما فكري من شرك. هذا بلا يستحق العزيمه والله ما يستحقها. خالد انت بتطالب الرجال ويعزم يا اخوي امتحنا يا اخوي. كل غدا عشاء. هذا والله ما استطاع اللي
يضيفون على المنطقه يقولون امتحنا. انت تبون نجيكم بالجنوب هناك نروح يا المطار؟ ابو عتيبه جاوبني. هذا حديث عهد بالعزايم، خليك عندي، الحقنا المعصوب وبس لا اكثر. معصوب؟ ما عندنا نيه معصوب وانا اخوك. اقلط على الشحم واللحم، اقلط. ما يبغى تبى المعصوب راح يدورك انت تعرف على المعصوب منو، تلقى مخرج سال قدام. يا اخوي يا ابو عتيبه يا اخوي اقلط علي لحالك. شنو؟ اقلط علي لحالك؟ انا ايش قاعد جابك؟ الرجال بدا يخرف يضيع حروف جنب سعيد فوزان طبيعي. انت وصلت لحق سار انت. يا اخوي انت اشغلتني يا ولد انت تقدر ترجع وراك؟ يا ولد انا يا ولد العزيمه لمن بالضبط؟ ما العزيمه؟ نص انا صاب النص. نصك يا انت ابو النصر كذا اعلام كذا. هذا راعي محل يا ابو وش عتيبه. تبغى نسوي؟ ضيوف كذا يطلع خطاره كذا والله ما ادري كيف عزم عليك شعب نروح المعصوب. هذول يعزمون. يا ولد اذا ما طاح الزمن طاح مش انا مع المعصوب. لا والله كيف انا طالب؟ بروح للمعصوب. انا يا ابو طالب. عتيبه لبس كل واحد ثوب اللي يجي مقاسه. اللي يستاهل. يستاهلون العلوم الطيبه. والله ان علي خالد يستاهل. يا ابو يا غازي انا اقرا الحين انت والله تعرف مدة. شوف انت جاي اسمع. تم لا والله ما تم لا تم نبي معصوب ما نبي ذبايح ابو والله. عتيبه عصبك والله بطنك يا والله. انا مو قصير عزم. طيب والله اعرف لكم معصوب قسما بالله تاكل صابع. شوف معاهم بعد. بس اكرام قالت العدوى الفيروس انت اكرام الضيف في هواي يا ابو عتيبه. لا ابو النص. ابا يا ابن مشيب. خلاص يرحمونك، انا طالب من خشمك انك تفكنا من شرك من فطورك هذا. الشرع والله علي عزمكم. حقنا على المعصوب يا ابو عتيبه. حق على المعصوب. كنت عندك محفل وعندك رايدين وعندك اروح للقاع قصرت بامورك. انا العيان تبغى والله تدج براسك بعد. والله ما والله شاكه والله ما يذوق المعصوب والله. اذا خلصت من المعصوب تعال القاعه. ايه الحقني فيه. ابو عتيبه تعال. هذا في عيد الحب يجي مفطح يحط فوق شمعه. اركب والله فاهم المرجله غلط ذا والله جنن حتى لا جنن. بسم الله بسم الله بسم الله. يوم عزيمه غدا عشاء يا رجل احنا جايين نستانس يا ابو النصر، ما احنا جايين بعدين في صدقني الرجل عزمك. ونعم ما قلنا شيء بس هي ما هي بحالها غدا عشاء فطور. يا يا انا غازي. بتنفس يا في غازي حل. ذبحتونا حواسه وذبيحه الله يكثر خيركم وانتم ما شاء الله يا اخي خلاص خلونا على راحتنا. يا ولد هذا من اليوم وبعد بعد تعزمهم. جيب لهم فلافل، جيب لهم معصوب، جيب لهم زي كذا خلاص. يكون ابو النصر هذا يستاهلونه. عشان ترضي ضميرك جيب الصحون على شكل خرفان وحط فيها معصوب صلى الله وبارك. يا اخي احنا ما لنا فيها المرجله هذه. اطلب لكم يا شباب. هذا يا علاوي افضل مكان يقدم معصوب. تخيل اسمع اطلب قشطه كامل دبن ايوه وحليب كامل دبن. ما شاء الله. فهمت؟ قل معصوب قشطه حليب كامل فل الفل. قل غرق بالحليب والقشطه. تم ألذ معصوب ممكن تاكله في حياتك. شوف التميس اللي بالجبن اللي يفتح النفس. يا غازي كل ما جيناكم هنا في الطايف ذبحتونا يا العتبان بالكرم وبالذبايح من غداء الى عشاء من غداء الى عشاء. بس لو انكم وافقتوا له بعتيبه. شوف في احلى بالله. لو اني وافقت له بعتيبه لو اني وافقت له بعتيبه كان الحين فوق راسي بالمجمر وما بعد الفطور الساعه 10. خلنا نعيم من القر يا ابو النصر وناكل بالمعصوب هذا. معصوب وكرك وتحت المكيف احلى من ابو عتيبه يتنفس في اذنك وانت تاكل. تفضل الله يحييك تفضل. بعدين تطلع اذنك مبلله نفس ضيقه 1000 ما عاد تبغى تاكل اي شيء. خلنا ناكل هنا يستاهلوا بعتيبه اللي عرض العزيمه على ما على اللي ما يستحقونها والله. شكرا. الترجمه طيب اكتب تحت ترجمه ورابط دخلهم على الحروف الهجائيه عشان بسم الله يا جماعه. يعني تقول سريلانكا. ألذ معصوب هذا معصوب السعد ما شاء الله تبارك الرحمن. السعد والله خواتك يا ابو النصر. ما عليك زود يا بن مشيب. وانت بس والله انك يا بن مشيب كفو بس احيانا تخمها وتخطيها. لا انا ما اخطيها ان شاء الله. انا دائما يمه حوله ما عسى الله انك هو ما حاول. يخطيها بس حوله حواليها بيض الله وجهك. سم طال عمرك خلي على كذا وبس قفل. يلا يا علاوي بسم الله. صحيح يا غازي. انا اثق بذوقك يا ابو النصر والله. ايوه قبعت يا عمر. هاي تفرج يا عمر فرج حليله. اي والله كلين يا طنب الصياح حتى لو عندك عاو. اصيح وحدي ما حد يسمع الصوت. السلام عليكم. اليوم هالبراند السعودي اللي وصل عنان السماء اللي موجود في اغلب الصيدليات على مستوى الخليج جايبين منتج جديد. حياك الله ابو طلال. يا هلا وسهلا الله يحييك. كيف حالك؟ صالح كسار مالك بي 1 كير البراند السعودي. الله يخليك ويبارك فيك. اليوم راح اقدم لك شيء من ارض الطبيعه. لو تشوف قدامك اليوم جايين بشجر الشاي معانا. هذه شجرة الشاهي. هذه شجره الشاي. طيب فاليوم منتجنا جاي من ارض الطبيعه. اباك تركزوا معايا لان المنتج اليوم اللي بتشوفوه
قوي جدا جدا جدا، ولازم يكون عند كل رجال وكل بنت. مزيل العرق هذا موجود الآن في رفوف صيدليات النهدي. أبو طلال، وش اللي يخليني أطلب مزيل العرق النسائي والرجالي من B1 Care بين مئات مزيلات العرق؟ صحيح. اليوم المواد الفعالة المستخدمة في منتجات B1 Care، أول شيء المنتج هذا ألماني. رقم 2 خالي من الكحول، لأن الكحول تسبب سواد في منطقة الإبط. هذه أكبر مشكلة تواجه الناس طبعا جدا كبيرة. رقم 2 مادة الباربين. مادة الباربين مشكلتها أنها دائما هي مادة حافظة، فممكن كثير دراسات طلعت أنه هي ممكن تسبب برا بعيد سرطانات. وآخر شيء مادة الأمونيا. مادة الأمونيا اللي تسبب جفاف في الجلد، لذلك اللي تسبب احتكاك واحمرار، احتكاك وجفاف. هذه مشكلة الثلاثة مواد، لذلك اليوم منتج B1 Care ما في هذه المنتجات. ما شاء الله. طيب لو تلاحظ عندك هنا بانتونيل. بانتونيل هذه مادة تساعد على ترطيب الجلد، يعني المشكلة حقت الباربين هذيك نحن شلناها، يا سلام، وزدنا الترطيب فيه. رقم 2 في مادة الألوفيرا. الألوفيرا هذه بتساعد على تبريد منطقة الإبط، فدائما فصل الصيف تلقى مشاكل، الواحد دائما بيدخل في منطقة جفاف ومنطقة هذا، فهذا بيساعدها على تبريد المنطقة. ولعل أهم ميزة حتى عندكم يا أخواتي الغاليات أعزكم الله، الناس اللي يستخدمون مزيل العرق. طبعا أخيرا مادة الأرنيكا، هذه بتساعد على إزالة التهيجات من منطقة الإبط، فما راح يكون في حكة، ما راح يكون في احمرارات إن شاء الله مع هذه الثلاث المواد. أبو طلال، ابتكار جديد في عالم مزيلات العرق، ورقة الشاهي اللي مصنوع منها B1 Care. ليه؟ وش معنى ورقة الشاهي؟ طيب أقوى مضاد للبكتيريا هو التي 3 اللي هو شجرة الشاي، فهذا ابتكار حصري أصلا في مزيل عرق B1 Care. أول شيء مشكلة البكتيريا لما تكون في الإبط بتطلع روائح كريهة، فهذا أقوى مضاد لها. خلصنا من تدشين المنتج الجديد مع B1 Care. اسمع العرض اللي لا يفوتكم يا إخواني وخواتي. طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني ماكينة B1 Care غنية عن التعريف، ما شاء الله. سوينا عليها أكثر من اختبارات جروح، تجربة 2 مع محاكيك، والله لا يعلى عليها. أنا من الناس اللي دائما استخدمها قدام عينك، ما شاء الله تبارك الله. فيعني منتج الحمد لله يتكلم عن نفسه بشهادة الناس. تقدر تشوف تقييمات العملاء داخل الموقع، متعدين تقريبا ما شاء الله تبارك الله 3000 تعليق، كلها إيجابية والحمد لله. يعني كم عدد الطلبات على الماكينة؟ فوق المليون ما شاء الله تبارك الله، تعدينا عدد المليون ما شاء الله، ما شاء الله تبارك. جماعة وهالماكينة موجودة بصيدليات النهدي، انسى معاها الإحمرار، التجرحات، انسى معاها الناس اللي بشرتهم حساسة تقطعك تطلع دم، انسى هالكلام. حتى تقدر تستخدمها تحت الشاور، ما شاء الله مقاومة للماء، وأتحداك تجرحك هالماكينة وعن تجربة. باكج الرجال اليوم يا جماعة اسمعوا ايش صاير. الماكينة لو رحت لصيدليات النهدي بتاخذها 265 ريال. اليوم B1 Care يقولون لك هالمنتجين معاها مجانا مع الماكينة، يعني 3 منتجات 265 ريال. وش المنتجات؟ غسول المناطق الحساسة أهم منتج بالمسك الأبيض، وفيه نكهة النعناع فيعطي برودة في المنطقة. أعزكم الله وأكرمكم. وطبعا فصل الصيف اكيد الواحد بيعاني من مشكله التصبغات، ويحتاج شيء يفتح الوجه ويفتح كامل الجسم، لذلك وفرنا لك الكريم الالماني بديل ابره التفتيح. هذا من اقوى المنتجات اللي ممكن يمر عليك. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعه، يعني والله العظيم يا بلاش. هذا بكم في صيدليات النهدي الحاله؟ هذا تقريبا سعره 99 ريال. وهذا المنتج هذا 99. ما شاء الله يا جماعه، يعني 99 مع 265 بكم تصير؟ الآن كل هالمنتجات 265. أزيدكم من الشعر بيت، اسمعوا الجديد. أبو طلال، الباكج النسائي بس ركزوا معي يا إخواني وأخواتي، لأن إخواني الرجال إذا طلبتوا هذا لازم هذا يكون معه. بقول لكم شلون. اسلم أبو طلال. طبعا أقوى باكج نسائي هذا اللي ما شاء الله تبارك الله حجم الطلبات جدا عالي عليه. ليش؟ لأن أول شيء فيه كريم التفتيح، هذا يستخدم لكامل الجسم، مناطق حساسة للجسم. هذا كريم ليلي، هذا بالعكر الفاسي المغرب المشهور اللي الناس تروح للمغرب عشانه 100%. بس هذا كريم قوي للتفتيح، لأن فيه مادة الأرفا أربتين، هذا تشتغل على إزالة التصبغات فوريا. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب وعندنا كريم كعب الغزال، هذا ما شاء الله تبارك الله غني. هذا بعد الناس يروحوا للعطارين للمغرب عشان هذا الكريم، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي يستخدم إلى الكعب حق القدم أعزكم الله. ما شاء الله يا جماعة، يعني فعال بشكل ما تتخيلون يا اخواتي الغاليات. اسلم. طيب وعندنا غسول المناطق الحساسه اللي هو بالعكر الفاسي قدام عينك، ممكن تشوف. جماعه هذا يعطي حل فوري، ما شاء الله تبارك الرحمن.
شفتوا كيف؟ بعد الشاور بتحصل مثل هاللون في بشرتك، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا غسول الجسم اللي الكامل الجسم، هذا غسول لكامل الجسم. هذا رهيب رهيب يا جماعة، وعن تجربة. تركيبة مغربية بالعكر الفاسي يا جماعة. هذه يعني هالمنتجات بتفيدكم جدا، سواء يا اخواتي الغاليات او اخواني الرجال. هذا بكم؟ هذا سعره 79 ريال بعد الخصم، موجود في صيدليات النهدي. وهذا سعره 125 تقريبا بعد الخصم. وهذا 99. وهذا تقريبا 65. 65 يعني كلها بكم؟ كلها الباكج 800 وشوي قبل الخصم. نحن الاسعار اللي اعطيناك اياها الان وبعد الخصم هذا تقريبا، هذا بعد الخصم 199 ريال. يا جماعه هالمنتجات اللي كانت ب 800 الباكج النسائي صار 199. ازيدكم من الشعر بيت، في حال اخواني الغاليين طلبتوا الباكج الرجالي 265 تضيفون بس 99 ريال تاخذون الباكج النسائي. يعني بتاخذ باكجين لك والبناتك، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذا اللي من 800 صار ب 99 ريال بس. لما تاخذ الباكج الرجالي تضيف 99 ريال وتاخذ الباكج النسائي معه، ما شاء الله تبارك الرحمن. قضينا غازي، ترى هذا اقوى عرض اقسم بالله العلي العظيم ممكن يمر عليك، لان هذا رضاوه للعملاء اللي عندك. بيض الله وجه. ازيدكم من الشعر بيت. 1 هذا الرجالي، 2 هذا النسائي. في حال انكم طلبتوا الباكج الرجالي واضفتوا عليه على ال 265 99 ريال، بيجيكم هذا الباكج وبيجيكم ذول الاثنين هدية، النسائي والرجالي. ما شاء الله يعني كم تتكلم؟ يعني كلها بكم بتطلع؟ 300 وكم؟ 364. 364 ريال بتاخذ باكجين. كم عددهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 منتجات من بي 1 كير موجودة في أغلب الصيدليات العالمية. 300 وكم؟ و64. يا جماعة والله لا يفوتكم العرض، الحق ما تلحق حتى نفاذ الكمية. وأنا أقول لك شيء، ترى الكميات جدا قليلة والله العظيم. هذا العرض يعني ترى ما عاد فيه مرابح قسما بالله.